احنا ماشي منظمين، احنا ماشي منظمين، احنا منظمين، اسمعني احنا منظمين ولكن في نفس الوقت هذا كيف ديال الحوار. الله يرحمه. احنا منظمين مرة الشباب هاد القوات الشباب هادو كيخسروا اخايا، هادو محمي ولا اسمعني يا اخي هادو راه مسؤولين. اسمعني ولكن مسؤولين. ولكن اسمعني كريم 70000 هدره. كريم عنده 700 هذه السعاده الاقل. خليني هذه هي السعاده الاقل. اسمعني خليني الله يهديك بخير. هذه السعاده الاقل. شوف خصنا في هذه اللحظات الحرجه خصنا شويه ديال العقل الله يرحم والديك. حنا كاين اتصال مع السيد الولي. راه شوف اذا ما كانش حل راه ما يمكنناش ما نمشيش بس يمكن دار غدا وبعد والسيمانه اللي جايه عندنا برنامج ولكن كاينه وعود ديال السيد الولي. حنا باش نبينوا على الوعي ديال التجار والانضباط ديالهم. اسمعني خليني نكمل. كاين الوعي ديال التجار والانضباط ديالهم. اسمعني سي رشيد الله يرحم والديك باش نبينوا على الوعي ديالنا والانضباط ديالنا واننا ناس مواطنين كنخاصوا الضرائب ديالنا كنخاصوا الالتزامات ديالنا ولكن السلطه خصها تقوم بالواجب ديالها. كاين حوار دابا غادي نلتزموا بهذا الشيء هذا على اساس حنايا غنشوفوا شنو الحوار في عصر. دابا نبقاو واقفين هنايا حنا نسيروا هنا احنا باش يجيو نستحقوا العضلات والقوه ديالنا. الله اكبر. شحال الميكرو راه الميكرو ريح الارض بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا حنا سيبنا التوارث كنعبروا لهم بان حنايا صافي المحلات ما عندنا ما نعملوا بهم لان الاسماء وصلت من الطرف والضرائب غلات فحنا نزلنا لهم هاد التوارث كنقولوا لهم ها هما اش نتوما فتحوا لنا تقدروا تبيعوا لنا حنا ما قادرينش نفتحوا لنا ديك الوضعيه هذه حنايا ارتحنا ما في الكفايه هذه 3 سنين وحنا في الحوارات هذه 3 سنين وحنا كننتظروا غير السيد الوالي يستقبلنا ولكن
هذا سؤال كنطرحو السيد الوالي كنقول له علاش التاجر اللي كيخلص الضرائب ديالو وكيخلص الواجبات ديالو وكيقدم اليد العامله كيساهم باش البطاله ما تبقاش. حنا الاخر ديالنا عنده واحد 4 5 دراري معاه أسرات عايشين من ديك الحوانت، ولكن هداك شادين معانا الصدد جاونا مع الرشا دخلوا منا تنداخل. وفوق داكشي كامل المنطقة ديال مكادا يتضروا ملي يقول لك هذيك نقطة سوداء، نقطة حساسة، نقطة ما نعرفش اللي واش يبني مكادا بوحديتها اللي نقطة حساسة؟ هذا سؤال كنطرحو أنا ودائما كنطرح هاد السؤال هذا، واش بني مكادا خرج على التغطية؟ واش بني مكادا خارج على المغرب عندها مدينة خاصة بها؟ واش الحكومة ولا عندها الولاية ولا السلطة المحلية؟ ولا السلطة المحلية خاصة بطنجة ولكن ما كتختصش ببني مكادا؟ الاحتجاج هو حق مشروع نظرا لاستبحال مجموعه من الظواهر الغير صحيه واللي بدات كتبرز للعلن، منها مشكل ديال النظافه، منها مشكل اخر اللي هو مشكل خطير غياب الامن اللي غايب على المنطقه لمده طويله، اضافه الى الاحتقان الاجتماعي اللي كتعرفوا المنطقه واللي في اي لحظه انه ممكن ان المنطقه تنفجر وانها توصل الى مسائل اللي ما عارفينش فيه ممكن انها توصل لها. إضافة إلى أن هناك مشكل آخر اللي هو كيتعلق بالسير والجولان. هاد الأسباب هاد المشاكل هذه كاملة ما نقدرش نقولوا أن اللي مسؤولين عليها اليوم هما الفراشة. الفراشة هما جزء لا يتجزأ من هذه المشاكل كاملة. نظرا لغياب سياسة عمومية في ميدان التشغيل وكذلك لفشل هذه السياسة ظهرت هذه الظاهرة وبرزت وخرجت من العلن. وهذه الظاهرة هي ماشي وليدة اليوم، بل أنها مستفحلة منذ القدم. كما كتعرفوا أن منطقة بني مكادا هي منطقة تجارية، والظاهرة ما ظهرتش مع تواجد الاحتجاجات وهذا الشيء اللي كيقولوا. الظاهرة هي دائما كانت موجودة بني مكادا، واللي عوض ان المسؤولين يجبروا لها حل ويشوفوا كيفاش انهم يخرجوا المنطقه مع هذا الشيء هذا الى اخره، ويعملوا حلول دائمه وقاره للشباب، كيلتجؤوا لحلول اخرى اللي هي الحلول الامنيه، واللي كتعرفوا ان هذه الحلول الامنيه اصبحت غير مجديه في الواقع ديالنا. لان كما كتشوفوا ان مجموعه ديال الشباب فيهم حملات ديال الشواهد العليا، فيهم حملات ديال دبلومات، فيهم اللي عندهم مهن، وجد الضاله ديالو في هذه الظاهره لان السياسات العموميه كما قلنا في الاول فشلت وما كاينش فرص ديال العمل. كما كتعرفوا ان الاستثمارات في المغرب كتعرف تراجع، وان اليوم حنايا كندقوا ناموس الخطر، لان هذا الاحتجاج اليوم ديال التجار هو سابقه في المنطقه،
واللي من خلاله ان مجموعه ديال الوجوه الانتخابويه والسياسويه كتحاول انها توظف هذه الاحتجاجات الصالح ديالها، وانها كتقوم بحمله انتخابيه سابقه للاوان ديالها، وهذا من اجل مصالح خاصه ديالها. وهذا اللي ممكن انه يفجر المنطقه، ممكن انه يعيد المنطقه الى ذاك الاحتقان اللي كانت عرفته هذه تقريبا واحد العامين. اذا حنايا ندق ناقوس الخطر ونحمل الجميع المسؤوليه بما فيهم السلطات المحليه، ونحمل المجتمع المدني والجمعيات والى اخره من اجل ايجاد حل دائم وقار لهذه الشريحه وهذه الفئه الاجتماعيه المتضرره والمحرومه، واللي عندها مطالب مشروعه الا وهو العيش الكريم. وكذلك نود ان نختم هذا التسجيل باننا نثني على الحوار اللي مؤخرا جراوه الفراشه مع السلطات المحليه من اجل وضع خارطه طريق لانهاء هذه المعاناه. والسلام.